انتهت مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالتعادل بهدف لمثله في مواجهة أثارت الكثير من الجدل بين الجماهير، لكن ما حدث بعد صافرة النهاية كان أكثر إثارة، حيث ظهرت جماهير غاضبة وتنتقد اللاعبين بشدة بسبب الأداء الذي وصفه بالمخيب. المشاهد التي انتشرت بسرعة عبر وسائل الإعلام خاصة القنوات الإسبانية أظهرت حجم الغضب داخل محيط النادي الملكي، خصوصا مع تراجع النتائج في الفترة الأخيرة من الموسم. من جانبه عبر مدرب الفريق ألفارو أربيول عن خيبة أمله بعد المباراة خلال المؤتمر الصحفي. المدرب أكد أن الفريق كان قريبا من تحقيق الفوز، مشيرا إلى أن ريال مدريد صنع عدة فرص للتسجيل وكان يستحق النتيجة أفضل. كما تحدث أيضا عن ركلة جزاء اعتبرها واضحة في الشوط الأول، وقال إن احتسابها كان يمكن أن يغير مجريات اللقاء بالكامل. وأضاف أن الفريق يعاني من سوء الحظ في بعض اللحظات الحاسمة، خاصة عندما تكون المباريات متقاربة ومشدودة. هذه النتائج أعادت إلى الواجهة تصريحات سابقة للمدرب أربيول عندما طالب لاعبيه بضرورة امتلاك عقلية قوية ورغبة حقيقية في تمثيل ريال مدريد يوميا، وشدد حين على أن الموهبة وحدها لا تكفي، بل يجب أن يتحلى اللاعبون بالانضباط والالتزام والعمل المستمر للحفاظ على مستوى الفريق. ريال مدريد يمر حاليا بفترة صعبة مع تراجع واضح في الأداء، إضافة إلى أخطاء دفاعية متكررة وبعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل. وفي الوقت الذي يعاني فيه النادي الملكي، يقترب غريمه التقليدي برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني، وقد يصل الفرق بين الفريقين إلى 11 نقطة. وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، فقد ينهي ريال مدريد موسمه بدون أي لقب للمرة الأولى منذ عدة سنوات. برأيي الشخصي، ما يحدث مع ريال مدريد في هذه الفترة ليس مجرد سوء حظ فقط، بل هناك تراجع واضح في مستوى الفريق، سواء من ناحية التركيز داخل المباريات أو من ناحية الأخطاء الدفاعية التي أصبحت تتكرر كثيرا. كما أن ضغط الجماهير في نادي كبير مثل ريال مدريد دائما يكون مرتفعا، لأن هذا الفريق تعود على منافسته على الألقاب في كل موسم، لذلك عندما تتراجع النتائج يكون رد فعل الجماهير قويا. لكن في المقابل يبقى ريال مدريد فريقا كبيرا بتاريخه وخبرته، ومن الممكن أن يعود بقوة في الموسم القادم إذ تم تصحيح الأخطاء وتعزيز الفريق بلاعبين قادرين على إعادة التوازن. والآن السؤال لكم: هل تعتقدون أن أزمة ريال مدريد مجرد مرحلة صعبة فقط، أم أن الفريق يحتاج إلى تغييرات كبيرة في الموسم القادم؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم كرة القدم.